الاكل بالليل بيتخن ولا لا؟ على حسب هناكل ايه بالليل. هناكل بيتزا، هناكل مكرونه، هناكل مقلي، هناكل ايه بالليل؟ هناكل عيش ولا هناكل بيض مسلوق، هناكل سلطه، هناكل طبق شوربه يكون ما فيهوش دهون، ما فيهوش نشويات كتيره. على حسب هناكل ايه وعلى حسب اكلت ايه طول النهار، فبالتالي كل سعراتي بقت قد ايه. لكن هو بالليل عموما، يعني هو بالليل الوقت، لا الوقت ملوش دعوه، توقيت الاكل ملوش دعوه، المهم هاكل ايه واكلت ايه قبل كده. فسعراتي بقت كلها في معدل اليوم قد ايه، بس كده. لكن كلوا بالليل اللي انتوا عاوزينه، سواء بروتين او خضار، بالهنا والشفا. علشان كمان احنا في الشتاء وهتبقوا محتاجين ان انتوا تاكلوا حاجات تشبعكم عشان تعرفوا تناموا. احنا كلنا مش بنعرف ننام واحنا جعانين، فكلي بيض مسلوق، كلي سلطه، كلي فول، كلي تونه. اهم حاجه نبعد عن العيش وعن الحلويات. بس السؤال ده حلو قوي قوي قوي. هو الرجيم مكلف؟ هدفع فلوس كتير عشان اخس؟ لازم انزل بقى اجيب جريب فروتس، كورن فليكس على رأي شيرين في المتزوجون؟ لا خالص خالص. وشيا سيدز وكينوا والحاجات دي لا خالص. مش هيشبعك ولا هتنبسطي ولا هتحسي ان الدنيا ماشيه معاكي تمام الا لما تعملي دايت وتاكلي من اكل البيت. العيش البلدي، الجبنه البيضه، الجبنه القريش، البيض، التونه، الفول، العدس، الخضار اللي عندي في البيت، البطاطسايه اللي هسلقها، حته اللحمه اللي هسلقها، حته الفراخ اللي هشويها او هحطها في الفرن، طاجن التورلي اللي هحطه في الفرن واكله ني في ني مع شويه رز بشعريه، حته مكرونه بشاميل تعمل يجي 4-5 معالق. كلي من اكل البيت. كل الحاجات التانية جميله ولذيذه وكل حاجه، بس ما هي مش اهم حاجه. مش شرط نجيب افوكادو يعني خالص. هو احنا لازم نروح لدكتور علشان يساعدنا نعمل دايت؟ لا مش لازم، بس اذا انتي محتاجة تعملي ده اعملي ده. طبعا ممتاز جدا ان انا امشي مع دكتور يبقى هو اللي بيحفزني وبيديني النظام اللي انا همشي عليه على حسب انا بحب ايه وبحب افطر ايه، ويعمل لي النظام اللي على مقاسي وعلى شبه حياتي. اوكي، ده اولا. وفي سبب تاني ممكن يخليكي تروحي، انك ما بتلتزميش قوي وهتزعلي على الفلوس اللي دفعتيها عند الدكتور. فهتقولي ايه؟ لا ما انا دفعت فلوس ولسه هروح ادفع، فانا دفعت خلاص بقى لازم ادبس نفسي واعمل الدايت. اذا انت كده تمام. لكن لا، ينفع طبعا، ينفع تتابعي ناس على انستجرام وعلى فيسبوك وسوشيال ميديا يكونوا بيتكلموا عن الدايت، يساعدوكي تتحركي اسرع، تقللي نشوياتك، هتخستي وهتبقى الدنيا تمام جدا. فلا مش لازم. فاكهه بالليل غلط؟ لا، ولا الفاكهه بالليل غلط، ولا الصبح غلط، ولا بعد الغدا غلط. وجسمنا بيتعامل مع الفاكهه عادي جدا، وسكر الفاكهه الطبيعي كثمره فاكهه فله. انا ما كنتش بصراحه ملتزمه ابدا بموضوع ثمرتين الفاكهه ده. يمكن يكون بقى هو يعني كنت هنزل مثلا اسرع سيكه فما نزلتهاش، بس انا كنت باكل فاكهه ومبسوطه، وما كنتش ملتزمه بموضوع الثمرتين الفاكهه اللي لازم ناكلهم ده. كنت باكل فاكهه وقت ما اجوع، ولو عايزه اخد سناك فاكهه، ولو عايزه اكل بالليل فاكهه، لا كنت باكل فاكهه وما حصلش حاجه. في 2 بعبع بس في الدايت، هو الدقيق الابيض والسكر. دول الاتنين بعبع اللي لازم ناخد بالنا منهم. غير كده اي حاجة ربنا خلقها احنا تمام جدا وجسمنا بيقدر يتعامل معاها عادي جدا. فكلي فاكهة براحتك. صح؟ هل طبخ الاكل بزيت قليل يؤثر على الدايت؟ لا خالص. اركني بس المقلي، يعني نطلع المقلي ده كارثة. اوكي، المقلي بيؤثر جدا على الدايت. لكن غير كده حبة زيت صغيرين في الاكل او في الطبخ او حتة زبدة، واستحسن تبقى زبدة، حتة زبدة او حتة سمنة بلدي، الدهون الطبيعية دي اللي جسمنا برضو بيعرف يتعامل معاها، لا تمام جدا، ولا اثرت ولا اي حاجة، وفل شمعة منورة. لكن القلية المقلي بصراحة مليان زيت، وبجد هو اصلا خطر ومش احسن حاجة، وفعلا بيعوق عملية نزول الوزن. فناخد بالنا من الحتة دي وبلاش مقلي. لكن عادي جدا ان احنا
نستخدم زيت قليل جدا في الاكل، مفيش اي مشكله. انا ما منعتش زيت خالص، حته زبده صغنطوطه كده كنت بعمل بيها الاكل، او حبه زيت صغيرين، وكله كان بيبقى تمام. مرقه اللي بنطبخ بيها والشوربات، السؤال ليه وجهين. المرقه اللي هي يعني سلقت اللحمه، سلقت الفراخ، وعندي مرقه طبخت بيها او عملت بيها حاجه، دي فيها مشكله؟ لا، انا ما حسيتش بمشكله ايا كان اللي بيقولوه. بس احنا مش بنسلق دهن، احنا كده كده بنسلق لحمه حمراء، بنسلق فرخه، فيعني نسبة الدهون اللي فيها وحبة الشوربة اللي هيوصلوا لك مش هيكونوا قد القلية ولا قد شوية زيت ولا لا، الموضوع بسيط، وانا ما حسيتش بصراحة بمشكلة، فكانت الدنيا معايا تمام. انواع الشوربات، اعملي كل انواع الشوربات واشربيها، واهم حاجة انه لو فيها بطاطس تبقى بطاطسية صغيرة، بطاطاية صغيرة، يعني النشويات تبقى فيها قليله جدا والدهون قليله جدا، واشربي براحتك، مفيش اي مشكله. طبعا انا كنت عايشه على الشوربات، وفي الشتاء الشوربات بالليل خطيره، بتشبع جدا. هل شعرنا، ضوافرنا، الهرمونز، وشنا بيتاثر لما بنعمل دايت؟ لما بنعمل الدايت العادي، الرجيم اللي احنا اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات واللي احنا بنقوله دلوقتي ده، ولا اي حاجه خالص بتتاثر. بالعكس، احنا بناخد لبن وبناخد زبادي، وشعرنا بيبقى كويس، وبشرتنا بتبقى حلوه، بنشرب ميه، ازاي هيتاثر؟ كل الحاجات دي بتتأثر بالأنظمة التانية اللي بتكون صعبة، فيها حاجات منعتها وحاجات دخلتها وحاجات زيادة، زي الكيتو، نظام الصيام المتقطع، والأنظمة الكيميكالز الصعبة اللي فيها مقاومة. فلا، لكن الدايت المتوازن اللي ما فيهوش حرمان، اللي فيه كل حاجة، ولا شاي بلبن محرومين منه، ولا نسكافيه، ولا لبن، ولا زبادي، كله تمام، احنا زي الفل. احنا ايه اللي عملناه غير ان احنا قللنا شويه الرز والمكرونه؟